اللي عايش فيه جده وتيتا، وكان لافت انتباهي وجود مباني مختلفة الشكل غير المباني العادية اللي أنا عارفاها. وشبرا هي كلمة قبطية معناها عزبة أو كون أو تل. شبرا كانت عبارة عن جزيرة وسط وكان اسمها جزيرة الفيل. وفي شبرا شوارع كثيرة، وكل اسم منها يحمل حكاية له. ومن هذه الشوارع شارع البعثة، وشارع فيكتوريا، وشارع خماروي، وشارع أحمد حلمي، وغيرها الكثير من الشوارع. وسمي شارع أحمد حلمي على اسم الشاعر والكاتب المعروف أحمد حلمي، وكان أول رئيس تحرير جريدة الوفد، وجد صلاح جاهين. وشارع فيكتوريا يمثل أرض قصر فيكتوريا الفرنسية خليلة أمير الجيوش خماروي. وسمي شارع خماروي بهذا الاسم نسبة لقائد جيوش السلطان سليم أحمد خماروي. عايزة أسأل حضرتك سؤال، ليه تسمى شارع البعثة بهذا الاسم؟ اعتقد ان الشارع ده اتسمى بالاسم دوت علشان في رهبان كاثوليك كانوا جم عاشوا او اتمركزوا في المنطقة دي، فعشان كده سموه البعثة. وأول من بنى قصره في المنطقة هو الأمير حيدر دولتيان، وهذا القصر الآن مدرسة الخلفاوي البنات بشارع دولتيان حاليا. ثم بنى محمد علي باشا قصرا لأخته الأميرة أنجا هانم. أمر محمد علي الأعيان والأمراء ببناء قصور لهم في ضاحية شبرا، وكان شارع شبرا هذا الوقت أوسع شارع في مصر، وكان الأمراء والأميرات يتنزهون على ظهور الخيل وعربات السوارس. أنا دلوقتي أمام مدرسة الطفية الثانوية للبنين، وكان أصلها قصر النزهة الأمين، وعلى طريق شارع شبرا. قصر النزهة أهداه محافظ القاهرة لابن سعيد باشا والي مصر لما أرسل له الخديوي إسماعيل بأن يجد مكانا لإقامة دولة الأمير. عايزة أتعرف حضرتك؟ أنا اسمي رامز من شبرا. أنا عايزة أعرف أصل مدرسة الطفية دي. أصل المدرسة الصفية هي كانت في الأول زمان كانت قصر الخديوي توفيق، تمام، أيام ما كانت شبرا مجرد جزيرة يعني. وبعد كده بعد دخول الإنجليز وإعلان الجمهورية والحاجات دي حول القصر ده إن هو بقى مدرسة، بقى باسم مدرسة صفية من سنة 1880. الذي بنى قصر النزهة هو محمد سعيد والي مصر عام 1855، وبني على الطراز الفرنسي، وكان تحفة معمارية رائعة. وفي عام 1876 أدخل عليه الخديوي إسماعيل تعديلات ليصبح دار ضيافة للقادة والملوك عند زيارتهم إلى مصر، وكان منهم أمير مكة الشريف عبد الله. وفي عام 1916 تحول إلى مدرسة، وأصبح مدرسة التوفيقية الآن. وتخرج من هذه المدرسة 3 رؤساء وزراء: عبد الخالق باشا ثروت، وعبد الفتاح يحيى، ومحمد محمود، وغيرهم الكثير من الشخصيات العامة الأخرى. ثم قام بعد ذلك أمير الخزانة عبد الرحمن الخازندار ببناء قصرا ومسجدا. والقصر اليوم هو كنيسة سانت تريز بمحطة سانت تريز بشبرا، والجامع هو جامع الخازندارة بدوران شبرا. أنا دلوقتي أمام قصر الأمير عمر طفل الذي بناه عام 1886، وكان قصرا جميلا وهو قائم حتى الآن ويحيط به 4 مدارس. الحاج أنا عايزة أعرف معلومات عن القصر. ده بنت قصر الأمير عمر طفل، حفيد محمد علي ابن الأمير طفل من عصور أيام ما كان محمد علي حاكم. حاليا دلوقتي هو مدارس وآثار وكده يعني تبع وزارة الآثار، وجوه مدارس مدرسة شبرا الثانوية ورود الفرج وقاسم أمين وحافظ إبراهيم. بس هو أصل هنا من عصور محمد علي. وزي ما كان حي شبرا هو مكان للأمراء والأعيان، اشتهر أيضا بأنه حي الفنانين، ومن أشهرهم المطربة العالمية داليدا التي كانت تسكن في شارع خماروي بشبرا. ومن الفنانين الذين كانوا من شبرا أيضا الفنان علي الكسار، والفنانة ماري منيب، والفنان ماهر العطار، وبليغ حمدي، ومحرم فؤاد، وغيرهم الكثير. أنا دلوقتي في منطقتي رود الفرج في حي شبرا. اللي لفت انتباهي فيها
مختلفة. أنا فاكرة إن رود الفرج كان حي شعبي عادي، ومع سؤالي وبحثي عرفت إنه كان مسكن للملوك والأمراء. ومن أهم ما يميز حي رود الفرج قصر ثقافة رود الفرج الذي بني على أرض سوق الخضار قديما، وكان هذا السوق من قبل كامب للجيش الإنجليزي قبل أن يكون سوقا للخضار. وده مبنى مدرسة مصر الابتدائية بشارع ابن الرشيد برود الفرج، وهو من ضمن القصور التي بنيت هناك. ودي كانت رحلتي في حي شبرا ورود الفرج منطقتي الجميلة، وأتمنى أن موضوع ينال إعجابكم. وهذا العمل تحت إشراف معلمتي مس كريمة زيدان.